اهلا بيكم في اسهل طريقه مع ميم. النهارده بقى هنعمل فراخ بتتبيله الليمون. حاجه يا جماعه روعه روعه روعه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب الفراخ بتاعتي وهغسلها كويس جدا بالخل وبالميه وبالليمون وبالدقيق، ويعني هخليها فله وهصفيها وهحطها في البايركس او الصينيه بتاعتي وانا مقطعاها اربع. هعمل بقى خلطة الفراخ. هجيب الكبة الصغننة دي احط فيها ملح حسب الرغبة اهو، احط فيها معلقة توم، وانا اصلا حاطة بصلاية كبيرة مقطعة. احط عليها بهارات مشكلة او السبع بهارات، فلفل اسود معلقة صغيرة، سبع بهارات برضو معلقة صغيرة، بابريكا مدخنة او البابريكا العادية معلقة صغيرة، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، موجودة مش موجودة مفيش مشاكل خالص. وهحط عليها ليمونتين كبار معصورين. هضرب ده كله في الكبة وهنشوف الخليط هيبقى شكله ازاي. هجيب الخلطة بتاعتي بعد ما ضربتها كده كويس جدا في الكبة، هنزل بيها بقى على الفراخ كده كويس جدا. خلطة سهلة وبسيطة وبتدي طعم رائع. غطيت اهو كل الفراخ عندي بالتتبيلة الحلوة دي، وفي نفس المكان او في نفس الكبة او في نفس الحاجة اللي انا عملت فيها الخلطة هحط فيها شوية مية كده وهنزلهم على الفراخ. انا بعمل كده ليه؟ علشان نفس المكان اللي انا حطيت فيه الخلطة بيبقى فيه شوية خلطة كده موجودة، فنستفيد بيهم وينزلوا في الفراخ بتاعتنا. مش هكتر المية، يعني يا دوبك كده حاجة بسيطة. وهدخلها على فرن 180 درجة حرارة لغاية لما تستوي وتتحمر وتبقى تحفة. دي بقى الفراخ بعد ما طلعت من الفرن حلوة جدا، طعمها رائع، يعني بجد اكيد هتشكروني لما تدوقوها. ان شاء الله تعجبكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. نسيت اقول لكم ان الفراخ دي بالتتبيلة دي ممكن نحطها على الشواية كمان، يعني مش شرط في الصينية، ممكن على الشواية وهتديكوا نفس النتيجة التحفة. ودي كانت طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الليمون بأسهل طريقة مع ميم.